اهلا اهلا، شلونكم حبايبي؟ طبعا قبل لا نتكلم عن لونش المنتج الجديد، ادري اني علقتكم صار لي كم يوم. حابه اتكلم عن موضوع شويه تون مختلف وشوي جدي اكثر، بما ان اليوم اللي هو يوم العالمي لمكافحه المخدرات. انا تدرون في السوشيال ميديا مو وايد افتح مواضيع كذي ثقيله، غالبا لاني مو لاني ما عندي راي معين فيها، بس لان احاول اني اتجنب الرياكشنات. لكن موضوع كذي كبير وبالنسبة لي جدا سيريس، صار من الأشياء المهمة لي بالذات بعد ما صرت أم. أنا عيالي اسم الله عليهم صغار، لكن من الأشياء اللي دائما أحاول إني أسويها وإني أثقف نفسي فيها كأم، وحتى حق الأبهات اللي يتابعوني، إن إحنا عندنا دور جدا كبير بالذات في هذا الموضوع. موضوع مكافحة المخدرات أو الإدمان بشكل عام للمخدرات، بالذات عندنا بالكويت. نفس ما إحنا كل اللي يتابعوني سواء في الكويت أو خارج الكويت قاعد تشوفون التطورات والقوانين الجديدة والالتزامات اللي الناس دائما تحاول إن هي توعي نفسها فيها، بالذات في موضوع المخدرات. احنا قاعدين نشوف وزارة الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، قاعدين نشوف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، شلون فعلا جهودهم شيء ما حد يقدر ينكره من ناحية المخدرات بالذات. مكافحة المخدرات من أهم الأشياء اللي إحنا المفروض يكون عندنا توعية فيها، بالذات في البيت، بالذات إذا إحنا اليوم عندنا عيال. أنا من أشد الأشياء اللي ودي أشددها وأكون ملتزمة فيها وأغصب نفسي إني أسويها، إن أنا اليوم كأم أو أنت اليوم كأب وأنت اليوم كأم تحتوين عيالك، تفتحين المواضيع مع عيالك، توعين عيالك. اليوم أنا لما أحتوي عيالي ممكن أنا أتجنب، أول خطوة إني أسويها إني أتجنب موضوع أو أجواء المخدرات والإدمان. إن أنا اليوم أوعي عيالي وأحتويهم إن هم يقدرون اليوم يجون يفتحون معي موضوع، يسألوني سؤال: ماما ممكن كذي؟ بابا أنا شفت ربعي كذي. هذه الخطوات الأولانية first steps من أنت اليوم تحتوين عيالك وتقدرين تتجنبين موال وطريق جدا طويل وخطر على عيالنا وعلى المجتمع وعلى أي شخص عايش معنا في هالديرة. هذه المواضيع من المواضيع اللي أكيد ثقيلة احنا كأهل، واكيد ممكن ما نبي نفتحها ونخاف نفتحها ونخاف ان احنا نوعي عيالنا على شيء، لكن احنا عايشين في وقت وفي زمن اليهال بالذات كل ما كبروا كل ما احنا لازم نوعيهم ونفهمهم ان في اشياء، نفس ما في اشياء صح في اشياء غلط، في تصرفات ممكن تؤدي الى الادمان، في بيئة ممكن تؤدي الى الادمان، في مخالطة ناس معينين ممكن أجواءها تؤدي إلى هذه النتيجة. ممكن أنا اليوم كبيت وكأسرة أتجنبها قبل أو أول ما تبلش تصير، مجرد من أني أنا أحتوي عيالي وأخليهم يفتحون معي مواضيع وأخليهم كأن علاقتي معاهم ربع، أن اليوم يجون يكلموني ويصارحوني. لأن هذه الأشياء ممكن تخليك أنك أنت تتجنبين موضوع جدا جدا كبير. ففي هذا اليوم قلت ان انا لازم استخدم السوشيال ميديا مالي اني اوصل رساله. اول شيء ان احنا نجدد دعمنا للاداره العامه لمكافحه المخدرات وكل جهودهم. نفس ما احنا شفنا ما شاء الله اخر فتره صار في فلتر حيل قوي بالذات في هذا المجال، مجال المخدرات. وثانيا التوعيه والوقايه تبلش داخل بيتك، تبلش داخل بيتك، تبلش في الحوار مع عيالك. هذه اول الخطوات اللي ممكن انت تتجنب فيها. ثانيا طبعا احنا شفنا كل القوانين وكل الاشياء اللي احنا ممكن نسويها اذا احنا لا سمح الله عندنا شخص مدمن يتعاطى مخدرات، شلون احنا نقدر نتصرف معاه. ونصيحتي حق كل ام وحق كل اب وحق كل صديقه وكل صديقه، عندك ربعك، عندك رفيجاتك، عندك احد من اهلك داش في هذا العالم اللي ما راح يفيده او يفيد اي احد حوالينا، قبل لا تصير مصيبه عوده، بدل هي اوريدي مصيبه، بدل لا تكبر هذه مصيبتكم، التجؤوا الى كل الاشياء اللي اعلنوا عنها من ناحية إذا عندنا أي شخص مدمن نعرفه أو في البيت. لا تختلطون معه.